صديقي الجميل، أهلا بيك في حلقة جديدة من تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين. في الدرس بتاع النهاردة يا شباب هنتعلم مع بعض شوية حاجات مهمين بنستخدمهم بشكل كبير في إيطاليا. يعني زي مثلا إزاي تسأل عن الساعة، ولو حد سألك عن الساعة إزاي ترد عليه، ولو حد سألك عن الساعة في بلدك إزاي ترد عليه، أو أنت تسأل حد عن الساعة في دولة تانية غير إيطاليا، ولو عاوز تسأل عن الساعة اللي الشخص بيعمل فيها الحاجة الفلانية. زي مثلا انت بتروح شغلك الساعة كام، بتفطر الساعة كام، تسأل ازاي وترد ازاي. كل ده هنتعلمه مع بعض في الفيديو بتاع النهاردة. كل اللي عليك يا صديقي الجميل انك تركز في الفيديو، ولو عندك وقت وتقدر تجيب ورقة وقلم وتكتب ورايا هتفرق معاك جدا. يلا بينا ندخل في محتوى الدرس على طول عشان ما نضيعش وقتك ولا وقت الحلقة. لو عايز تسأل حد عن الساعة هتسأله ازاي؟ بكل بساطة هتقول له كي اوري سونو. كي اوري سونو يعني الساعة كام. كي اوري سونو يعني الساعة كام. لو عايز ترد وتقول الساعة واحدة هترد وتقول اللونا. اللونا يعني الساعة واحدة. لكن يا شباب لو الساعة 2 أو 3 أو 4 بترد وتقول سونو لي وتحط الساعة. زي مثلا عايز تقول الساعة 3 ونص هتقول سونو لي 3 e mezza. سونو لي 3 e mezza يعني الساعة 3 ونص. طب لو عايز تقول الساعة 4 إلا ربع هتقولها ازاي؟ هتقول سونو لي 4 meno un quarto. sono le 4 يعني الساعة 4 meno يعني إلا un quarto يعني ربع. allora يبقى هنقول sono le 4 meno un quarto يعني الساعة 4 إلا ربع. كده يا شباب نكون اتعلمنا ببساطة من غير تعقيد ازاي تسأل عن الساعة. يبقى لو عايز تسأل عن الساعة هتقول che ore sono. che ore sono. وترد وتقول لو الساعة واحدة هتقول اللونا، لو الساعة 2 هتقول سونو لي 2، لو الساعة 3 هتقول سونو لي 3، لو الساعة 4 هتقول سونو لي 4، لو الساعة 4 الا ربع هتقول برافو عليك سونو لي 4 meno un quarto. طب لو الساعة 3 ونص هتقول سونو لي 3 e mezza. برافو يا صديقي الجميل. ندخل بقى على السؤال اللي بعد كده. لو انت بتتكلم مع حد وسألك سؤال وقال لك che ore sono lì. che ore sono lì يعني ايه che ore sono lì؟ يعني الساعة كام هناك. هناك دي بتعود على ايه؟ لو انت وهو مثلا بتتكلموا عن مصر، هو ممكن يعمل لك ازاي في وسط الكلام؟ ما che ore sono lì. che ore sono lì الساعة كام هناك. هناك دي عايدة على مصر هتقول له sono lì وتحط الساعة. طب ممكن بقى مش بتتكلم انت هو عن مصر اصلا، هو عايز يسألك الساعة كام في مصر، هيسألك ازاي؟ هقول لك che ora è in Egitto. che ora è in Egitto الساعة كام في مصر. هترد عليه وتقول له in Egitto في مصر sono le وتحط الساعة، وليكن الساعة 3 هتقول له in Egitto sono le 3. in Egitto sono le 3 في مصر الساعة 3. كده يا شباب نكون اتعلمنا مع بعض ازاي تسأل عن الساعة، وازاي تسأل عن الساعة في دولة تانية غير ايطاليا، ولو حد سألك عن الساعة في بلدك هترد عليه ازاي. يلا بينا ندخل على حاجة مهمة كمان بخصوص الوقت في ايطاليا. لو حد قالك اكيورا فاي. اكيورا فاي او اكيورا. اكيورا يعني في اي ساعة، او في اي ساعة بتعمل كذا، او في اي ساعة هتعمل كذا. يلا بينا ناخد مثال. لو حد عايز يقول لك هتفطر الساعة كام هيقول لك a che ora fai la colazione. a che ora fai la colazione يعني انت هتفطر او بتفطر الساعة كام. colazione la colazione يعني الفطار. وده عادة يا شباب في ايطاليا بيكون من الساعة 7 لحد الساعة 9. دي مواعيد الفطار في ايطاليا عامة. لو حد قال لك a che ora fai la colazione يعني بيقول لك انت بتفطر الساعة كام. هترد عليه وتقول له faccio la colazione. faccio la colazione انا بفطر alle 7. faccio la colazione alle 7 انا بفطر الساعة 7 مثلا. طب لو عايز حد هيسألك او انت عايز تسأل حد بتتغدى الساعة كام هتقول له a che ora fai il pranzo.
a che ora fai il pranzo. البرانزو يعني الغدا. أو ممكن تسأله بطريقة تاني a che ora pranzi. a che ora pranzi يعني أنت بتتغدى الساعة كام. معاك طريقتين a che ora fai il pranzo أو a che ora pranzi يعني أنت بتتغدى الساعة كام. وعادة الغدا يا شباب في إيطاليا بيكون من الساعة 12:30 لحد الساعة 2. أنا هرد وأقول faccio il pranzo all'una. faccio il pranzo all'una. أنا بفطر أنا بتغدى سكوزة الساعة 1. أو ممكن يقول لك برانزو all'una. برانزو all'una. لو انت قلت له a che ora fai il pranzo هيرد عليك ويقول لك faccio il pranzo ويحط الساعة. لو انت قلت له a che ora pranzi انت بتتغدى الساعة كام على طول هيرد عليك ويقول لك برانزو بتغدى ويحط الساعة. طيب لو عايز تسأل حد بتتعشى الساعة كام هتقول له a che ora fai la cena. a che ora fai la cena انت بتتعشى الساعة كام. وعادة يا شباب العشاء في إيطاليا بيكون من الساعة 7:30 لحد الساعة 9. أو ممكن تسأله بطريقة تانية تقول له a che ora ceni. a che ora ceni يعني بتتعشى الساعة كام. لو الطريقة الأولانية أنت قلت له a che ora fai la cena هيرد عليك ويقول لك faccio la cena alle 8. faccio la cena alle 8 أنا بتعشى الساعة 8. أو ممكن يقول لك ceno alle 8. ceno alle 8 وده الرد على الطريقة التانية بتاعت a che ora ceni. a che ora ceni هيقول لك ceno alle 8 بتعشى الساعة 8. وبكده يا شباب نكون اتعلمنا مع بعض ازاي تسأل حد عن الساعة وازاي ترد عليه. ازاي تجاوب لو حد سألك عن الساعة في بلدك وانت كمان ازاي تسأل حد عن الساعة في دولة تانية غير ايطاليا. وتعلمنا مع بعض عن الساعة اللي الشخص بيعمل فيها الحاجة الفلانية. زي مثلا لو عايز تسأل حد اديك مثال كمان. لو عايز تسأل حد وتقول له بتروح الشغل الساعة كام هتقول له a che ora vai al lavoro. a che ora vai al lavoro انت بتروح شغلك الساعة كام. اوكي وكده يا شباب نكون اتعلمنا كل الأسئلة وكل الحاجات اللي تخص الوقت. ما تنساش لو استفدت من الفيديو اكتب في الكومنتات تحب نتكلم عن ايه الفيديو الجاي واكتب لنا a che ora sono. a che ora sono الساعة كام عندك دلوقتي في الوقت اللي انت بتشوف فيه الفيديو. يلا بينا ندخل على جزء جديد من حلقة النهاردة. هو أسئلة مهمة ممكن تستخدمها وانت بتتعامل في إيطاليا بشكل يومي. يلا بينا نبدأ على طول يا شباب. هناخد مع بعض 12 سؤال انا مجهزهم لك وهديك الردود عليهم. ال 12 سؤال دول هيساعدوك ممكن تستخدمهم وانت بتتكلم ايطالي في الحياة اليومية في ايطاليا. هيساعدوك كتير وانت بتتعلم اللغة. يلا بينا نبدأ. حاول تحفظهم زي ما هم كده. leggi stasera. leggi stasera هتقرا النهارده. leggi هتقرا. stasera النهارده او هذا المساء. sì leggo un libro interessante. sì leggo un libro interessante أيوة هقرا كتاب مشوق. أيوة هقرا كتاب مشوق. sì leggo أيوة هقرا un libro كتاب. libro يعني كتاب. interessante يعني مشوق. تاني سؤال معانا guardi la TV oggi. guardi la TV oggi هتتفرج على التلفزيون النهارده. هو هيرد ويقول لك مثلا no non guardo la TV oggi. no non guardo la TV oggi لا انا مش هتفرج على التلفزيون النهارده. تالت سؤال هو esci domani. esci domani هتخرج بكره. esci هتخرج domani بكره. sì esco con i miei amici. sì esco ايوه هخرج con مع i miei مع i miei amici مع أصحابي. cucino domenica. cucini domenica. cucini domenica هتطبخ يوم الأحد. sì cucino la pasta. sì cucino la pasta أيوة هطبخ مكرونة. vedi i tuoi amici questa settimana. vedi i tuoi amici questa settimana هتشوف اصحابك الاسبوع ده. sì li vedo venerdì. sì li vedo venerdì ايوه هشوفهم يوم الجمعة. fai la spesa oggi.
fai la spesa oggi يعني هتعمل شوبينج النهارده. سبيزا يعني الحاجات اللي ممكن بتكون بتشتريها من السوبر ماركت. fai la spesa oggi no faccio la spesa domani. no faccio la spesa domani لا هعمل السبيزا بكره او هشتري الطلبات اللي انا محتاجها بكره. السؤال اللي بعد كده chi cosa cucini domenica. chi cosa cucini domenica هتطبخ ايه يوم الحد. هقول كوتشينو البولو. كوتشينو البولو هعمل فراخ. dove lavori lunedì. dove lavori lunedì هتشتغل فين يوم الاثنين. lavoro in ufficio. lavoro in ufficio lunedì. lavoro in ufficio lunedì. ufficio يعني في مكتب او المكتب. a che ora pranzi oggi. a che ora pranzi oggi هتتغدى الساعة كام النهاردة. برانزو alle 2. برانزو alle 2 هتغدى الساعة 2. che cosa fai martedì. che cosa fai martedì هتعمل ايه يوم الثلاث. هقول لك martedì studio e vado in palestra. martedì studio e vado in palestra. يوم الثلاث هذاكر وهروح الجيم. studio e vado in palestra. vado in palestra يعني هروح الجيم. dove fai colazione. dove fai colazione انت بتفطر فين. faccio colazione a casa. faccio colazione a casa انا بفطر في البيت. a che ora corri. a che ora corri هتجري الساعة كام او بتجري الساعة كام. corro alle 6 del mattino. corro alle 6 del mattino انا بجري الساعة 6 الصبح. وبكده يا شباب تكون حلقة النهاردة خلصت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ciao a tutti ci vediamo alla prossima.